السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتكم المتجددة مملكة محمد وامينة. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. وطبعا انزلوا صلوا على النبي وحطوا اللايك كده. النهاردة بقى لسه صاحي، صباح الخير. طبعا هنزل اجيب حاجات من السوق وهوريكم كده لقطة كده من السوق. وطبعا ايه بقى، خليكم معايا كده وهوريكم الغدا بتاع النهارده. وبرده لما اطلع اوريكم انا جبت ايه. خليكم معايا في فلوج النهارده، يا رب يعجبكم. خليكم معايا وكله يحط اللايك. انا عند العطار قلت اجيب حاجات منه هوريها لكم برده. شايفين احنا عند الخضر يا جماعه، وانا بوريكم لقطه بلقطه اهو. كنت بنقي الباذنجان وفي واحده سلمت عليا وعطلتني وانا بوريكم الكوسه كده. بقى انا لسه جايه من السوق وهوريكم دلوقتي انا اشتريت ايه. جبت اللي هو ورق العنب، ودي ده البتنجان اهو، وده الفلفل والكوسه مع بعض، ودي الطماطم. ودلوقتي اول حاجه هعملها لكم هعمل التغذيه. خليكم معايا احضر حاجه التغذيه واوريكم انا بعملها. وطبعا اول حاجه معلقه سمنه كبيره زي ما انتم شايفين هسيحها في الحله اهو. هوريكم دلوقتي بقى انا بعمل التغذيه بتاعه المحشي. والسمنه اهي ساحت، نقوم منزلين عليها بصوا بصلايه متقطعه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهو. نقعد بقى نقلب لحد ما البصل يدبل شويه. حطوا اللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه. حطوا كله يحط اللايك. زي ما انتوا شايفين البصل اهي، بس انا بقفل عشان خاطر ما اطولش عليكم. هي لسه ما دبلتش، لسه فاضل لها شويه اهو. شايفين اهو. اول ما تخلص هحط القوطه على طول، بس ايه تدبل معانا شويه وكده يبقى حلو عليها قوي. دبلت والحمد لله. بصوا ده شاف شقوطه اهو، مش عارفه باين لكم ولا مش باين لكم. شاف شقوطه وايه ومش معصوره. وهننزل عليها كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه الحبه الاخر دول. نسيبها بقى تغلي، واول ما تغلي طبعا هحيقها معاكم. خليكم معايا. وطبعا معايا فراخ. بصوا بقى ده وركين، والكبد والقوانص برضو اهي. دي القناصه والكبده اهي. سرحه برضو مش عارفه سرحه فين اهي. دول غسلتهم كويس وكنت نقعاهم بقالي ساعه ولسه مغيره الميه بتاعتهم ونضاف دلوقتي. وحطيت ميه على النار عشان ايه نعملهم سوا. والصدر بقى انا ما بنحبش الصدر، فعشان كده عملته فيليه وحطيته في الفريزر نبقى نعمله مره جايه. خليكم معايا وانا ايه بوريكم سلق الفراخ. طبعا حطيت حله على الميه وفيها نار، فيها ميه. حطيت حله فيها ميه نجمع ايه عشان الواحد مش مجمع فوق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا مش محتاجه الشوربه في حاجه، عشان كده ايه مقلله الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الكبده والقناص. حضر بقى الايه التتبيله بتاعتهم وارجع لكم. وطبعا حضرنا مع بعض ادي قوطايه وبصلايه وفلفل اسمر ورق لورا وده حبهان وواحده ماجي. ونسمي بسم الله كده ونحط كل المكونات دي ونسيبها بقى كده ونغطيها. وهوريكم بعد ما تتسلق. طبعا زي ما انتم شايفين المواعين هغسلها ونرجع نبص على ايه على تتبيله المحشي. طبعا زي ما انتم شايفين هنقور بقى المحشي ده كله وارجع لكم بعد ما اقوره. قلبي بصوا انا قورت الباذنجان والكوسه. دلوقتي بقى هغسلهم غسله كويسه. وبصوا بقى الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طفيت عليها هي استوت، وانا كده كده هحمرها في الزيت وفي الفيجيتار عشان ايه عايزه تاكلها كده بطريقه جديده. وطبعا هحيق معاكم دلوقتي ايه المحشي. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني. وطبعا شايفين دي تسبيكه المحشي
هي ما شاء الله الله اكبر اتسبكت. وحضرنا معاكم ايه التوابل بتاعتها. هقول لكم حاجه حاجه. ده ملح وده ماجي ودي نعناع اخضر ودي بابريكا وده كمون وده فلفل اسمر ودي خلطه المحشي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهديها بقى تقليبه وهنزل بالخضره بتاعتي وهوريكم بقى. وطبعا حطيت الخضره وهقلب دلوقتي بقى المحشي كله في بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده بقى ابقى انا حضرت الرز بالخلطه اللي انا هحشي معاكم يعني المحشي بيها. خليكم معايا واوريكم انا بحشي. ورجعت لكم تاني. وده بقى طبعا ورق العنب وده المحشي بتاعي اهو. ودلوقتي بقى هنحشي اول حاجه البتنجان. خليكم كده معايا وانا بحشي. وطبعا زي ما انتم شايفين اديني بحشي اهو. وكله بقى يحط اللايك وينزل كده يقول ايه شاطره يا امينه. عشان النهارده هفاجئ محمد بقى فجأة حلوه. قبل ما ينزل قال لي يا امينه نفسي اكل محشي. قلت له محشي؟ لا انا مش هعمل لك. شويه كده ولقيت نفسي بقى بقول لا لازم افاجئه واروح اعمل له الايه المحشي. وطبعا بقى انا هخلص الكميه واوريكم. ورق العنب بقى الجميل الخطير نحط كده. طبعا انا بحب قوي اعمل ورق العنب وبعرف احشيه على فكره. بصوا شايفين هنرص بقى كده. وده طبعا بصلايه وقطايه عشان خاطر ايه ما تلقوا تاني. انتوا طبعا شايفين الحله انا حشيتها كلها اهو. دلوقتي هنسويها برضو مع بعض واوريكم بقى الحله الصغننه دي. بصوا ورق العنب لفيته طبعا كله. بس الكيس المجفف مش حلو. يعني الكيس المجفف بيفرول شويه. بس انا عملت يعني الحله الحلوه دي. دلوقتي بقى هحط الشوربه بتاعه الفراخ وهسويها. طبعا ولعت العين الصغيره عشان احط فيها الورق العنب. وهنحط دلوقتي الشوربه. وكده انا سقيت الشوربه اهو زي ما انتم شايفين. وهحط ليمونه دلوقتي. خليكم معايا هقطع الليمونه واحطها. وطبعا انتوا شايفين الليمونه اهي. نعصر بقى كده. بصوا يا سلام. اخلص بقى انا كده واحطها على النار ونخش في الحله التانية زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنشوف الشوربه كده تمام ولا ايه. وكده الشوربه تمام يا جماعه. دلوقتي بقى هنحطها على النار. محمد فاتح على التيك توك والصراحه قرفني. بصوا يا جماعه انا كده حطيتها. اغطيها بقى واول ما تغلي اوطي عليها. بعد ما يستوي اوريكم بقى وانا بغرف. احط بقى دلوقتي بقى ايه عشان نحمر الفراخ. هعمل لها تتبيله كده معاكم. هحط عليها اول حاجه اغلفها كلها بالدقيق. غلفتها كده بالدقيق. وهحط بقى فيجيتار. وهحط خلطه الفراخ المشويه دي حبه وحبه فيجيتار. خليكم معايا واوريكم برضو الشكل النهائي. وكده ابقى دبلتها. انتوا شايفين بقى كده عامله اكنها زي كنتاكي بالظبط. وبرده دلوقتي هنقليها سوا. خليكم كده معايا. اعمل بقى التاني وارجع لكم نفس الطريقه برده. بقسماط ودقيق واللي هي خلطه الفراخ المشويه. خليكم معايا اعمل التاني واوريكم الاتنين بقى وانا بقليهم. وطبعا عشان ده بصوا ارتاح فادى لون كده اللي هو الاصفر شويه. لكن ده لسه مخلصاه حالا فبرضك هيرتاح دلوقتي. وهحمي بقى النار وهوريكم وانا بقليه كده. طبعا بقى بعد ما ارتاحت وحطينا الزيت اهو على النار. بالله ما شاء الله الله اكبر اهو استوى حاجه زي الفل. وبرده المحشي معانا برده استوى هنا اهو. كده بقى نقل الفراخ ونحضر طبق كده متين واوريكم دلوقتي. وكده بقى الزيت اتقدح اهو. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنزل برضو بالتانية بس يعني هعمل واحده واحده عشان ايه الطاسه بتاعتي صغيره وما شاء الله الورك كبير يعني. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي بقى هقلبها على الناحيه التانية عشان خلاص كده اتحمرت على الناحيه دي. وطبعا شايفين الفراخ اتحمرت ازاي. ومحمد جوزي بيحبها اللون ده يعني عشان ما تقولوش ان هي اتحرقت وكده لا هي بس مقرمشه. فهو محمد بيحبها محمره قوي.
انا دلوقتي بقى هوريكم وانا بحضر الاكل كله. حاطه على الصينيه، وطبعا انا حمرت الفراخ اهو زي ما انتم شايفين، وخليتها تاخد التحميره اللي هي بتاعت التتبيله دي. وادي الورق العنب، وادي المحشي الجميل بتاعنا اهو. كده بقى الفيديو بتاعي النهارده خلص، ويا رب يا رب يعجبكم. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.